التعليم اتغير والطلاب كمان اتغيروا، واللي زمان كان ينفع النهارده مش هينفع. والطالب بقى عادي جدا يقعد 6 ساعات على تيك توك، لكن لو طلبت منه يركز نص ساعة بما يرضي الله يحس إنك بتطلب منه ينقذ العالم. وفي وسط المعجنة دي ظهر نوع جديد من الطلاب، طالب عايز يتعلم من البيت في الأوضة بتاعته براحته بالسرعة اللي تناسبه وفي الوقت اللي يختاره. والكلام ده مش عندنا بس، الكلام ده تقريبا في معظم دول العالم. وهنا يقف المدرس قدام السؤال المصيري: أعمل إيه؟ أروح أشرح للطلاب في البيت؟ أبات معاهم؟ أكيد لأ. فابتدى المدرسين يجربوا الحلول الفردية، جروب واتساب، على قناة يوتيوب، لايف على فيسبوك، على شوية فيديوهات، على شوية إعلانات، وكمان شوية ردود. وفجأة المدرس اكتشف إنه مبقاش مدرس بس، لكن كمان مسوق، مونتير، أدمن جروبات، وكل ده من غير ما المرتب يزيد جنيه واحد لوجه الله. ومع إن الفكرة حلوة إلا إنها كانت مشكلة محتاجة الحل. اللي اتقال ده كله عاوز وقت ومجهود رهيب، ودول مش موجودين. علشان كده ظهر نظام درسلي، منصة تعليمية معمولة مخصوص للمدرسين اللي عايزين يكبروا شغلهم بدل ما يفضلوا واقفين في نفس المكان. على درسلي هتقدر ترفع شغلك بسهولة، فيديوهات، ملفات، امتحانات، مذكرات، كل اللي يخص المادة بتاعتك بتاكد زرار. واحنا بدورنا بنوصل مجهودك ده لأكتر من 500,000 طالب في مصر والسعودية والإمارات. يعني حضرتك تشرح ودرسلي هتتكفل بالباقي، من تسويق لإدارة لنظام متابعة وصول وانتشار وإلخ إلخ إلخ. وبدل ما يعرفك 200 طالب في بلدك يعرفك آلاف في الوطن العربي كله. يعني دخل إضافي كويس ومجهود أقل بكتير من اللي بتصرفه حالياً في السنتر. فها قول لي بقى، هتفضل واقف في نفس النقطة ولا هتاخد خطوة لقدام وتبدأ مع منصة شبه المدرسة بس أونلاين؟ فلو أنت مدرس وعاوز تطور شغلك بجد، دوس على الزرار اللي تحت وابعت رسالة وابدأ أول خطوة في طريق جديد. درس لي مدرسة أونلاين.